السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة نعمل عيش الفينو بطريقة سهلة جدا ومميزة قوي، بدون بيض أو زبدة أو لبن، بعجينة هشة جدا وطرية. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف المكونات والطريقة مع بعض. أول حاجة معايا هيكون كيلو دقيق. تكة مهمة جدا. هجيب البولة بتاعتي اللي أنا هعجن فيها، إذا كان عجن يدوي أو عجن بالعجان، وبالكوب المعياري هحط كوبايتين مية. طبعا كوبايتين المية دول قابلين للزيادة، لازم المية تكون دافية. وهضيف عليهم 2 كبار من الخميرة، وهضيف عليهم كمان ربع كوباية من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الملح اهي. وهقلب كل ده مع بعض زي ما احنا شايفين. قلبنا اهو كويس قوي الخميرة والمية وملح والسكر. هنزل عليهم بكوباية من المعيارية، برضو كوباية من الدقيق، واقلبهم برضو كويس قوي مع المية. كوبايه الدقيق بقى اللي هيحصل دلوقتي ان هو يتفاعل دلوقتي مع بعض. اولا بنتاكد من نجاح الخميره، ثانيا بيبقى مفيد قوي للتخمير بتاع الفينو بتاعي. خلاص قلبت الخليط بتاعي كويس قوي. هسيب بقى الخليط بتاعي ده حوالي ربع ساعه بالظبط. هو ده اللي انا عاوزاه. الفايده ايه من الخطوه دي والتكايه دي؟ الخطوه دي مهمه جدا، بتساعد انه يكون هش جدا وطري بزياده كمان. زي ما قلت لكم، بعد الخطوه دي ممكن عادي خالص ان انا اقدر ان انا استخدم اي دقيق تاني غير دقيق المخبوزات. بس بجد النتيجة الافضل هي بتبقى الدقيق المخبوزات اللي هو ال5 نجوم. هنبدأ بقى دلوقتي ننزل بقية الكيلو بتاعنا. بعد ما نزلت بكيلو دقيق كله، هبدأ بقى انزل بنص كوباية من الزيت، بالكوباية برضو المعيارية. هضيف كمان معلقة صغيرة من بيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخل، ونص معلقة من الملح. وهبتدي اعجن المكونات كلها مع بعض. زي ما انتم شايفين ان احنا دلوقتي العجينه بتاعتي محتاجه ميه تاني، فهنحاول ان احنا من ربع كوبايه زي ما اتفقنا لنص كوبايه ميه، مش اكتر من كده، بس هنزودهم بالتدريج لحد ما العجينه بتاعتي تظبط جدا، عشان ما ازودش الكميه كلها والعجينه تكون سايله مني. هنزود دلوقتي رشه برشه. هنا العجينه بعد ما خلصت، بصوا بقت عامله ازاي. هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. عجينه ملمسها عامل ازاي، ما شاء الله. خدت معايا عجن حوالي 6 دقايق. لو هتعجني بايدك هتاخد حوالي 10 دقايق، مش هتاخد اكتر من كده. خلاص. بصوا انا عايزه النتيجه دي. بصوا الجمال. بصوا، كل ما تعجني فيها كل ما تبقى ناجحه معاكي وتديكي نتيجه ممتازه. كده تمام. هغلفها برشه زيت من فوق ومن تحت اهو، بالشكل ده. انا عايزاها تبقى متغلفه كويس قوي. هسيب العجينه بتاعتي بقى لحد ما يضاعف حجمها. يلا بينا بقى نشوف العجينه بتاعتي بعد ما خبرت حوالي بعد ساعه الا ربع تقريبا. بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين. هخرج الهواء منها. يلا بينا بقى نبدأ نشكلها. في المرحلة دي الطريقة اللي تعجبك في التقطيع. عايزة توزني الرغيف بتاعك، عايزة تقسمي بقطع متساوية وهي تبقى أهم حاجة عندي ان هي لازم يكون الفينو كله قد بعضه، عشان السوا وعشان درجة التخمير بتاعته وعشان كل حاجة. فانا دلوقتي هبدأ ان انا اقسم العجينة كده ل2.
هنشكلها ازاي بقى مع بعض؟ بالشكل ده. لو حاسه ان العجينه بتلزق منك زياده، ممكن رشه دقيق. لو انت مش بتعمليها على حاجه سيليكون زي كده، ممكن رشه دقيق، رشه من الدقيق، وابدا ان انا اشكلها. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. بعملها على شكل مستطيلي اهو، واعمل كده اهو. شايفين ده اهو؟ بقفل عليها كده. لازم اقفل عليها عشان ما تفتحش في التخمير او في السوا. وابدا بقى الفها بالمنظر ده زي رول اهو، بالشكل ده، واقفل كده. بس خلاص، انا كده رغيف الفينو بتاعي بقى جاهز. طبعا انا مش عايزه ان احنا ننسى، حطيت الفينو بتاعي في الصينيه طبعا برضو اروح مغطيها على طول بالشكل ده اهو. تاني بقفل عليه كده. القفله دي مهمه جدا جدا جدا. وابدا من هنا اقفل اقفل اقفل. لازم اكون قافلاه كويس عشان ما يفتحش معايا لما يجي يخمر تاني. خلاص الفينو بتاعي بقى جاهز. اخلص بقيه الكميه وارجع لكم تاني. خلصت كميه الفينو بتاعتي كلها. قلت اعمل كام رغيف كده كايزر زي ما احنا شايفين كده. هجيب الصينيه بتاعتي وارص الكايزر بتاعي بالشكل ده، وهضغط عليه ضغطه خفيفه كده. بس كده خلاص. وده الشكل النهائي بعد ما خلصت الصاجه بتاعتي كلها بالشكل ده. وكده خلاص تمام. هبدأ بقى ادخله الفرن. طبعا مش يخمر مش يستوي طبعا عشان يخمر. وطبعا لازم يتضاعف حجمه تماما. وهنا بقى الفينو بتاعي بعد ما الحمد لله خلاص كده. شايفين التخمير ما شاء الله. طبعا خلاص انا شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 220. دلوقتي بقى عندي حاجة هنعملها، حاجة من ثلاثة. اول حاجة يا اما هنجيب بيضة ونحط عليها شوية لبن، او ان احنا هنجيب معلقتين لبن كبار ونحط عليهم شويه نسكافيه او قهوه او قهوه، ونقلبهم كويس وندهن بيهم السطح ده. اول حاجه التالتة خالص، وهي ميه ميه بس من غير اي حاجه. انا ان شاء الله النهارده، وده الكايزر اهو خلاص. انا ان شاء الله النهارده هنعمل الكايزر بميه بس عشان اوريكم الفرق. وهنعمل الفينو ده بيضه وشويه لبن. تمام، وهنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. انا هنا حطيت البيضة ومعلقتين لبن كبار وشوية قهوة او نسكافيه، إيه اللي المتاح عندك، إيه اللي موجود. وهبدأ ادهن بيه الفينو بتاعي. انا محضرة السمسم بتاعي، سمسم محمص. وابدأ كده على الوش. ده بقى حاجة ذوقية حسب اللي انتي بتحبيه. بتحبي سمسم كتير، بتحبي سمسم قليل، اللي يريحك. انا بحب كمان حبة البركة كمان مفيدة جدا. خلاص انا كده خلصت الكمية كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. هجيب بخاخ يكون خاص بالمطبخ بتاعي وابدا ارش، وهنزل عليه برضو بسمسم. يلا بينا بقى على الفرن. بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو. ده كده الفينو بتاعنا. بصوا عامل ازاي. تقريبا عدى عليه بالظبط حوالي ربع ساعة، يعني استنيته بس يهدى شوية. تعالوا نشوف اهم حاجة اول ما يخرج من الفرن نغطيه على طول زي ما انتم شايفين كده. وده الكايزر اللي احنا عملناه مع بعض ورشيناه بمية. اظن مفيش فرق في اللون. ادي اللون اهو، بصوا ممتاز. يعني انتي مش محتاجة لا بيضة ولا لبن ولا حاجة، زي ما انتوا شايفين اهو. ده السوا بتاعه. ده بقى شكل الفينو بتاعنا النهائي.
بالشكل الجميل ده. تعالوا بقى نشوف ايه مع بعض السوا، ونشوف الطراوة، ونشوف نجح ولا لأ. اظن باين. بصوا عامل ازاي، وده اللي احنا رشينه بالمية ما تنسوش. تعالوا بقى نشوف كمان اللي احنا عملناه. البيض السوا بتاعه ممتاز. بصوا شايفين الجمال، شايفين التوريقة. فينو ممتاز، حاجة نظيفة عاملاها بنفسك، حاجة سهلة مفيش صعوبة في أي حاجة عملناها. بجد جربوه وهيعجبكم جدا جدا جدا. والله يا جماعة ما عداش عليه وقت كبير خالص. بصوا، بصوا عامل ازاي من جوه، بصوا طراوته، وبأسهل حاجة. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تدعموني بسبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. باي باي.